السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناة أخبار رادار أنفو. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف ويمس شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، وخاصة بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء والحديث اللي دار على رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة. ومع هذه المستجدات رجع بقوة للواجهة ملف المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد التدخل الرسمي للنائب الجلالي أحمد اللي وجه سؤال كتابي للوزير الأول وطالب فيه بمراجعة ورفع قيمة هذا المنح. والسؤال الكتابي رقم شفتوه معانا، واللي فيه يشير النائب لجميع الأسس القانونية والدستورية اللي تسمح بمراجعة هذا المنح، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وصعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات الهشة في المجتمع. النائب الجمالي أحمد أكد أن المبالغ الحالية اللي هي 7000 دينار للمنحة الجزافية و1,200,000 للمنحة الخاصة ما عادوش يكفوا حتى للضروريات اليومية، خصوصا مع ارتفاع الأسعار واتساع الفوارق الاجتماعية. ولهذا طرح سؤال محوري للوزير الأول: متى راح يتم إقرار زيادات فعلية في المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وفي ظل التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية خلال 16 نوفمبر 2025 وين أمر بالتحضير لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، كثير من المواطنين يرجعوا الأمل إنه حتى هذه الفئات الضعيفة يشملها التغيير، خصوصاً اللي تعتمد على هذا المنح كدخل أساسي. اليوم نقدر نقولوا إنه الملف الآن رسمياً بين يدين الحكومة، والآلاف من العائلات راهي تستنى الرد الرسمي على موعد الزيادات وكيفية احتسابها. ومع التحضيرات الجارية لملفات رفع الأجور والمنح، يبقى الأمل الكبير إنه السلطات العليا راح تولي اهتمام خاص لهذه الفئات الضعيفة وتعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. النائب الجلالي معروف بدفاعه الدائم على الفئات الهشة، وتصريحاته الأخيرة زادت من ثقة الناس في إنه التغيير قريب، وإنه الدولة راح تقوم بإعادة توازن القدرة الشرائية وتحسين الوضع الاجتماعي. احنا في قناة أخبار رادار أنفو نوعدوكم باش نتابعوا هذا الملف خطوة بخطوة، وأي مستجد رسمي راح نبلغوكم مباشرة وبكل مصداقية. نتمنوا أنه الوزير الأول السيد سعيد سيفي غريب يعطي التفاتة طيبة لهذا الفئات اللي راهي تنتظر بصيص الأمل في تحسين ظروفها ورفع المناحة اللي تعيش بها. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد أول بأول، وتخليوا إعجابكم في الفيديو لأنه يساعد القناة بزاف. نهاركم سعيد وتهليوا في رواحكم وفي بعضاكم. نلقاوكم في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.